عليكم. اليوم عندنا وصفة تاع أبخاط الدجاج مع الأرز بتتبيلة هندية. معروفين هما الأكل تاعهم كامل يتمارينا ويطول، لكن احنا اليوم راح نختصروا الوقت بهذه الطريقة. أول حاجة عندي ليكويس تاعي درت لهم شوية زيت وزبدة ثوم، درت كزبر، درت توابل الدجاج ولا الكوري، نزيدوا عليهم فلفل عكري وفومي حار ونخليهم يتقلاو، ومن بعد نمرقوهم ونخليهم يطيبوا. زوج مغارف تاع زيت وحده تاع زبده نذوبوهم، ندير فيهم فلفل عكري الحار كمون ملح وكركم، نحمروا بهم ليكويس. طاب الدجاج تاعي نحيته وحطيت الرز، كنت نقعته في الماء الساخن بعد ما شللته نص ساعه، تلقاوه هكا تنفخ. زدت عليه شويه ماء لانه لاصوص كانت شويه ناشفه وحطيته يغلي. جبت ليكويس تاعي ودهنتهم بهذيك الخلطه اللي درتها وحطيتهم في الفور يتحمر. الرز تاعي لهنا كان طاب، درت له معدنوس والكركم تلوحوه في الاخر. ليكويس تاعي لهنا راهم وجدوا كي كانوا في داخل الفور، شتهم بداو ينشفوا، زدت دهنتهم بهذيك الخلطه للمره الثانيه باش يجيو ايبيسي بيان. بالنسبه للوقت طيبتهم 40 دقيقه في النار عادي، وزدت لهم 20 مينوت داخل الفور قيس ما يتحمروا ويكمل الطياب تاعهم بيان. هكا راهم واجدين، شوفوا كيفاه جاو طريين، يعني ما شاء الله لهنا كانوا سخونين، ما قدرتش نقسمهم بيان حرقوني. جاو بنان ما شاء الله، هم متبلين. مام الروز كان بيان ايبيسي، والكركم يحتفظ بالفائده تاعو كلعوه في الاخر. بصحتكم وسلام.